أهلا بيكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج الطريق المختصر للفوز. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ، ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج، عادة خلال أول 10 نقلات، بشرط إن خصمك يضل طريقه ويدخل في الطريق الخطأ. السلسلة دي لها 3 أهداف رئيسية. أولا بترشدك لطريقة سريعة للفوز، ثانيا بتحصنك من الوقوع في نفس الأخطاء، وثالثا بتعرفك بمختلف الافتتاحيات، لأنك في النهاية هيكون لديك سجل جديد مختصر للافتتاحيات تقدر إنك تستخدمه في المسابقات. الخدع والأفخاخ اللي في السلسلة دي مقسمة حسب الافتتاحيات. أولا افتتاحيات بدء الملك اللي بيلعب فيها الأبيض النقلة الأولى E4، وبعد كده بنخش في مختلف الفروع حسب رد الأسود. القسم الثاني وهو افتتاحيات بدء الوزير اللي بيبدأ فيها الأبيض بالدي 4، وأخيرا في فيديوهات الافتتاحيات غير المنتظمة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 10، وهنتكلم فيه عن أحد الافتتاحيات المفتوحة طابق فيينا، والفخ بعنوان التقليد الأعمى. طابق فيينا أو مباراة فيينا بتبدأ ب E4 E5 نايت C3. بالنقلة دي الأبيض بيشير إلى نيته للعب طابق فيينا، وهنا الأسود عنده أكتر من رد، منهم النايت F6، لكن الفخ جاي من أحد تفريعات طابق فيينا اللي بيقلد فيه الأسود جميع نقلات الأبيض. وهنشوف هيوصل لإيه. هنستعين في هذا الشرح بدور بين 2 من لاعبي الصين في بطولة آسيا للناشئين. الأسود لعب زي الأبيض نايت C6، والأبيض لعب بيشوب C4، والأسود استمر في تقليده ولعب بيشوب C5. النقلة دي موجودة ومعتمدة في كتب الشطرنج، وبيسموها دفاع ماكس لانج في طابق فيينا، لكن النقلة المفضلة للأسود في هذا الموقف هو أن يلعب نايت F6 بدال البيشوب C5. على أي حال الأبيض هنا عنده نقلة قوية وهي كوين G4. رغم أن الأبيض بيخترق أحد مبادئ افتتاحيات الشطرنج وهي عدم خروج الوزير مبكرا، إلا أن قد يكون هذا الموقف استثناء، ونقلة الوزير دي من النقلات القوية اللي بتتلعب في هذا التفريع من طابق فيينا. وبرضه لمحة تاريخية، طابق فيينا ما كانش اسمه كده، إنما كان معروف باسم افتتاح هامبي، وده على اسم اللاعب السويسري كارل هامبي اللي عاش في القرن التاسع عشر، وهو اللي طور هذا الافتتاح. ولكن في أحد المسابقات اللي كانت بتلعب في فيينا، معظم لاعبي النمسا لعبوا هذا الافتتاح، وبدءا من هذه المسابقة اتغير اسم افتتاح هامبي وأصبح معروف باسم مباراة فيينا أو طابق فيينا. على أي حال الوزير على الجي 4 بيهدد إن ياخد على الجي 7 ويفوز بالرخ، والأسود هنا لعب كوين اف 6، والنقلة دي نقلة سيئة وهي اللي بتدخلنا في الفخ. الأسود بيلعب كوين اف 6 بيدافع عن بيدق الجي 7، وفي نفس الوقت بيهدد بمساعدة الفيل بكش على الاف 2، ولكن النقلة دي الأبيض ممكن يعاقبوا عليها زي ما هنشوف. إنما على أي حال الأسود في الموقف ده مش من المفروض إن يلعب كوين اف 6، إنما النقلة المنطقية هي جي 6. ولكن النقلة دي أيضا لها عيوبها، لأننا عارفين إن هذه النقلة بتتلعب لما يكون في المربعات السوداء على المربع F8 ويعبأ عن طريق الفيونكة من G7، لكن في المربعات السوداء في وضعه الحالي على C5 مش هيقدر يستغل هذه النقلة، وبالتالي الأسود هيعاني من إضعافات في المربعات السوداء طوال الدور. لكن على أي حال دي أفضل نقلة في هذا الموقف. ممكن نشوف مباراة اتلعبت في سنة 2006 ونشوف الأبيض إزاي استغل هذه النقلة، ولعب كوين F3 عاوز ياخد على F7 بتشيك ميت، والأسود كمل نايت F6 نايت GE2 D6 D3. الأسود عاوز يلعب بيشوب G5 ويربط الحصان الضعيف على الوزير،
والاسود كمل H6 والابيض كمل في هجومه نايت D5 بيضغط على الحصان. نايت تيكس D5 بيشوب تيكس D5. ودلوقتي الابيض جدد هجومه على المربع F7 والاسود لازم يدافع بكوين E7 والابيض لعب C3 عاوز يلعب D4 ويسيطر على الوسط. وهنوقف التحليل عند هذا الموقف وهنقول ان الابيض هنا له الافضلية على الاسود، ولكن الاسود له نقلات اخرى غير نقلة G6 او النقلة السيئة كوين F6، وانه ممكن يلعب النقلة المثيرة للجدل نايت D4. الاسود بيترك الابيض ياخد على G7 وهو بيعمل هجوم مضاد على مربع C2، والابيض هنا بيكمل كوين تيكس G7 عاوز الرخ، كوين F6 كوين تيكس F6 نايت تيكس F6. دلوقتي الاسود اتخلص من هجوم الابيض وهو دلوقتي عاوز ياخد على C2 بشوكة للملك والرخ، والابيض هنا بيواجه بعض الاحراج علشان يحمي بيدق C2، فممكن يلعب بيشوب B3 عشان يحمي البيدق. والاسود هنا بيكمل C6 ويبتدي يعمل هجوم في جناح الوزير بلعب B5 و A5، والابيض بيدافع ب A3 او A4، او ان الاسود بيكسر الفيل والابيض بيخرج ببيدق مزدوج على العمود B. ولكن على اي حال الابيض متفوق ببيدق، والتفوق المادي ده ممكن يعوضه عن الاضعاف الموجود في موقفه ووجود بيدق مزدوج على العمود B. وكمان ممكن الفيل يتراجع الى المربع D3 علشان يحمي البيدق، والابيض دلوقتي عاوز يحرك الحصان مثلا المربع A4 طالب الفيل، وبعدين يلعب C3 ويطرد الحصان من موقعه المتميز في وسط الرقعة. لكن الاسود ممكن يكمل روك G8 عاوز بيدق G2 G3 D6، وهنا الابيض بيبدأ في تنفيذ خطته الدفاعية ويلعب نايت A4، وتهديده الرئيسي ان يلعب C3 ويطرد الحصان. والاسود قد يكون افضل، لكن على اي حال الابيض متفوق ماديا ببيدق. يبقى في الموقف ده الاسود ممكن يلعب G6 او ممكن يلعب نايت D4. لكن في الدور اللي احنا بنحلله واللي فيه الفخ، الاسود لعب كوين F6 وطالب ياخد على ال F2 بكش للملك، والابيض هنا بيرد بنقلة قوية نايت D5 عاوز الوزير وعاوز بيدق C7 بشوكة للملك والرخ، لكن في نفس الوقت ما بيدافعش عن بيدق ال F2. والاسود بيكمل كوين تيكس F2 تشيك. لو الاسود ما خدش البيدق ال F2 بالوزير واخد بالفيل، النقلة دي هتبقى نقلة سيئة، والابيض هنا عنده نقلة جميلة وهي كينج F1 وبيعرض نفسه لكشف بالكشف بالوزير، لكن الوزير مطلوب ولازم هو الاول يتراجع. وحسب المربع اللي هيروح له الوزير، الابيض ممكن ياخد فيل F2 او ياخد بيدق G7 ويفوز ماديا ويفوز بالدور. ولذلك الاسود في الموقف ده بياخد على F2 بالوزير كوين تيكس F2 تشيك. والنقلة دي بتبدو ان هي خطيرة، لكن بالتحليل بنجد ان كل دي مجرد تهيؤات، والملك بيروح للمربع G1. ودلوقتي هجوم الاسود كله انتهى، لان فيل C4 حاني مربع F1. اذا ما كانش موجود هذا الفيل، الاسود ممكن يلعب كوين F1 تشيك ميت. ودلوقتي الاسود لازم يفكر في تهديدات الابيض، واهمها ان ياخد على مربع G7. وافضل نقلة عند الاسود ان يلعب كينج F8 علشان يحمي البيدق. لو الاسود ما لعبش كينج F8 ولعب نايت F6 عاوز الوزير، النقلة دي نقلة سيئة، والابيض هيفوز بعد كوين تيكس G7 عاوز الرخ، وفي نفس الوقت عاوز يفوز بالحصان. وفي احد الادوار في بطولة بلغاريا 2004 الاسود كمل هنا نايت تيكس D5. بالطبع الاسود لو ما خدش على D5 ولعب نقلة زي روك G8 وطالب الوزير، دي هتبقى نقلة سيئة جدا، والابيض هيكمل نايت تيكس F6 تشيك بشوكة للملك والرخ كينج G8 كوين تيكس G8 تشيك، والابيض هيفوز.
ولكن على اي حال في الدور اللي احنا بنتكلم عنه الاسود كمل نايت تيكس دي 5، والابيض فاز برضه بعد كوين تيكس اتش 8 تشيك، بيشوب اف 8، اي تيكس دي 5. طبعا الابيض ممكن هنا ياخد الحصان بالفيل، بيشوب تيكس دي 5، ودي هتبقى نقله سيئه علشان الاسود هيلعب كوين اف 1 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الابيض بياخد بالبيدق اي تيكس دي 5، عاوز الحصان، والاسود كمل كوين تيكس جي 2، عاوز الرخ، دي سي 6، كوين اتش 1، عاوز الحصان بكش، والابيض كمل كوين تيكس اي 5 تشيك، بيشوب اي 7، كوين جي 3، والابيض حمل حصان وفي نفس الوقت بيهدد كوين جي 8 تشيك، ومتفوق ماديا بقطعة وفاز في النهاية. وايضا الموقف ده حصل في احد الادوار في فيينا 2004، والاسود كمل جي 6، والابيض فاز برضه بعد نايت اتش 3، نقلة قوية، عاوز الوزير، والوزير ما عندوش غير انه يروح للدي 4، عاوز الفيل، والابيض لعب دي 3 بيحمي الفيل، ودلوقتي عاوز يلعب سي 3 ويصطاد الوزير، والاسود كمل بيشوب دي 6 بيفتح مجال لتراجع الوزير، لكن الابيض كمل سي 3 عاوز الوزير، كوين سي 5، بي 4، والوزير وقع في المصيدة والابيض فاز. ولذلك في الموقف ده افضل نقلة للاسود هي كينج اف 8، وده اللي حصل في الدور بين اللاعبين الصينيين في بطولة اسيا، والابيض كمل نايت اتش 3 عاوز الوزير، كوين دي 4 المربع الوحيد وعاوز الفيل، والابيض زي الدور اللي شفناه كمل دي 3 عاوز يلعب سي 3 ويصطاد الوزير، وهنا الاسود رد دي 6 بيطلب وزير الابيض، والوزير تراجع للاف 3، ودلوقتي الابيض بيهدد ان ياخد على السي 7 مثلا، ويجدد التهديد بالكش مات على الاف 7، والاسود كمل بيشوب تيكس اتش 3، وهنا الابيض لعب روك اف 1، ودي نقله قويه، ودلوقتي عاوز تشيك ميت على الاف 7، وفي نفس الوقت بيهدد ان يلعب سي 3 ويفوز بالوزير، والاسود ممكن يسلم في هذا الموقف، لكن هو كمل بيشوب جي 4 بيربط الوزير، كوين تيكس جي 4، بيشوب بي 6 بيفتح مجال للوزير، سي 3، كوين سي 5، بيشوب اي 3 عاوز الوزير، كوين اي 5، نايت تيكس بي 6، عاوز الرخ الاسود وفي نفس الوقت عاوز ياخد برخه على اف 7، والاسود سلم. يبقى اذا التقليد الاعمى لنقلات الابيض واللي بينتهي ببيشوب سي 5 دي بتبقى نقله سيئه، والابيض بيرد عليها كوين جي 4، الاسود هنا عنده ردين اللي هما الجي 6 او النايت دي 4، انما الرد بتاع كوين اف 6 بيوقعه في فخ فيينا والابيض بيفوز. ارجو ان تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة خداع الشطرنج.